في الوقت اللي منصات زي شاهد وواتشيت بيتنافسوا في إنتاج أكبر عدد من المسلسلات والأفلام كنوع من الاستفادة بالموجة اللي بدأتها نتفليكس وأمازون برايم، بيفضل يوتيوب هو المنصة المجانية الوحيدة على الإنترنت اللي تقدر تتفرج فيها على مسلسلات وأفلام ومحتوى مرئي من غير ما تدفع جنيه واحد حتى. ورغم إن كل المحتوى الموجود من المسلسلات دي يعتبر قديم شوية بحكم غزارة الإنتاج الموجودة، إلا إن بتفضل فيه كنوز مستخبية من أعمال عظيمة تقدر تتفرج عليها بشكل كامل من الحلقة الأولى لحد الأخيرة. وعشان كده أنا جاي أحكي لك النهاردة عن أفضل 5 مسلسلات مصرية موجودة على يوتيوب، فيلا بينا نبدأ. رقم 5، ذئاب الجبل. يا مصطفى، يعني معقول هضيع باقة النت بتاعتي علشان اتفرج على مسلسل من سنة 92؟ طيب يا سيدي معلش، اسفين لو هنضيع وقتك الثمين يا عم اينشتاين المخترع النسبية انت. المهم ان ذئاب الجبل قصته بتدور حوالين البدري. لا مش ده البدري، الشخص الصعيدي الغاضب دائما اللي بيتعصب من اي دبانة، اللي برضه عنده نخوة ومروءة على اهل بيته. بيتم اتهامه وظلم بانه قتل اخته وردة اللي في الحقيقة سافرت واتجوزت الفنان شريف منير. المهم اننا بنعيش مع البدري قصة هروبه وازاي هيقدر يعيش لوحده وهو مطارد، وقصة تحوله لشخصية جديدة تماما وكأنه الفلاح الذي أغرته أضواء المدينة. في رأيي المسلسل هو عبارة عن وجبة تمثيلية كاملة ومتكاملة وممتعة جدا، لكن بشكل عام ذئاب الجبل لا يمكن تركه على يوتيوب من غير مشاهدة. رقم 4، في لا لا لاند. في بداية متابعتي للمسلسلات الأجنبي لقيت مسلسل اسمه لوست، والحقيقة أنا شفت منه الموسم الأول بس ما كملتوش لسبب لا يعلمه إلا الله، أو لأني زهقت منه شوية. فالمسلسل ده كان بيتكلم عن طيارة بتقع في نص المحيط وكل ركاب الناجين عليها بيقرروا إن هم يتحدوا سوا علشان يلاقوا طريقة بيها يقدروا يخرجوا من الجزيرة في أسرع وقت. خد بقى القصة دي وحطها في قالب كوميدي مع ناس دمها خفيف واضربهم في الخلاط يطلع لك مسلسل في لا لا لاند. دنيا سمير غانم بترجع وبتكون دريم تيم وبتعمل واحد من أكتر الأعمال الكوميدية اللي شفتها في حياتي. خليني مثلا أقول لك إن محمد ثروت كان عنده انفصام في الشخصية يخليك مستني مشاهده بفارغ الصبر، ولا حمدي المرغني بإفيهاته الحلوة فعلا من غير أي استخفاف دم زيادة. مشكلتي بس مع المسلسل ده إن في وقت من الأوقات حسيت بملل في نص المسلسل بسبب إن ما كانش فيه جديد بيحصل، بس اصبر شوية وهتلاقي فيه كام حلقة كده هيرجعوا لك الشغف مرة تانية. وبعدين يكفي أقول لك إن هنا الزاهد كانت في المسلسل. رقم 3، الرجل العناب. زمان الأستاذ فؤاد المهندس قرر يعمل سوبر هيرو فسماه فرافيرو، وكان حاجة إبهار وقت ما اتعمل، رغم إنك لو رحت دلوقتي تتفرج عليه فأكيد هتاخد بالك من الكوارث الإخراجية والفيجوال إفكتس مش موجودة وكل حاجة بايظة تقريبا، لكنه فيلم ممتع جدا. فيجي بقى في العصر الحالي 3 شباب موهوبين وهم أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد عشان يقرروا يعملوا سوبر هيرو جديد بإنتاج ضعيف ومن غير ما حد يساعدهم، ويطلع لنا الرجل العناب، الظاهرة اللي أخذت صيت آخر فترة بسبب الميمز بتاعته اللي بتضحك جدا، وده اللي خلاني اشوفه لاول مره بشكل كامل. ويا للصدمه، المسلسل انتاجه بسيط لدرجه ان في حلقه من الحلقات كسلوا يجيبوا يافطه مكتوب عليها الاداره المركزيه فعملوها بالفوتوشوب. ده غير بقى الاداءات التمثيليه اللي ملهاش حل زي اعظم ضابط شرطه في تاريخ التلفزيون سعاده الباشا تيسير فهمي، وبيرم الدكتور النرجسي، وعصفور الجنينه عاشق السمينات وابله ثلمى. فنصيحه مني ما تاخدش وقت كبير في التفكير وروح اتفرج على الحلقه الاولى بسرعه. رقم 2، الكبير قوي. من الجزء الاول للخامس، الكبير يعتبر المسلسل الوحيد في القائمه دي اللي مر بمرحلتين بين العرض على منصه والعرض على يوتيوب بس. المرحله الاولى بتاعه المسلسل اللي بتعرض على التلفزيون وبعدها يوتيوب، والمرحله الثانيه اخر كام جزء بقى يتعرض على التلفزيون وبعدها منصه مدفوعه. اول 5 اجزاء طبعا موجودين بشكل كامل على يوتيوب تقدر تتابعهم، والباقي هتلاقيهم على منصه مدفوعه. خلينا بقى ندخل في التفاصيل ونقول ان احمد مكي اتش دبور وتامر وشوقيه وسواق العربيه بتاع تيتو قرر انه ينفرد ويعمل واحد من اعظم العروض التلفزيونيه الكوميديه في التاريخ، مش في مصر بس. مسلسل بطل الاول هو مكي، وبطل الثاني هو مكي برضه، وبطل الثالث اللي ظهر متاخر في الاجزاء كان برضه مكي، مخرج ومغني راب وكاتب وممثل وناقص ينزل يلعب كوره، والوحيد اللي قدر يرجع اسلوب ال 15 حلقه في مسلسلات رمضان مره ثانيه. ده طبعا كان في اول كام جزء، بعد كده رجع لل 30 تاني اللي كان بيتم استخدامه زمان ايام دموع في عيون وقحه بتاع عادل امام. وخليني اقول لك سبب اخير تقدر تشوف بيه الكبير، وهو تواجد الشخصيه الثانويه الاجمد والاعظم والاجمل وهو هجرس. اكتشاف مكي السلام في الدور ده يوازي سامح حسين في راجل ست ستات. ايه ده راجل ست ستات؟ انا ازاي نسيت اتكلم عنه؟ معقول نسيت دولة وسناء ومنى عرفة في النسخة اللي بتضحك منها؟ انا حاسس الحلقة دي محتاجة جزء تاني، بس قبل الجزء التاني خلينا نتكلم عن افضل مسلسل على اليوتيوب في حلقتنا النهارده. رقم 1، لن اعيش في جلباب ابي. قصة الصعود الاسطورية للملياردير المصري عبد الغفور البرعي، الراجل اللي شق طريقه من الصفر عشان يكون ثروته. مسلسل اقدر اقول عليه انه ملهم جدا لاي حد في بداية حياته، مسلسل ممتع بشكل كبير وعائلي برضه بشكل كبير، بيتكلم عن العلاقة المتوترة بين عبد الغفور البرعي وابنه عبد الوهاب اللي بيقرر ان هو عايز يبني نفسه ويكون له شخصية لوحده بعيدا عن ابوه، وده اللي واضح من اسم المسلسل. في لن اعيش في جلباب ابي اتعلم التجارة واتعلم الاصول واتعلم ان الحب ممكن يبدا بطبق كشري من عند البنت فاطمه. باختصار يا صديقي انت امام اعظم مسلسل مصري على مر التاريخ. وبس كده تكون الحلقه خلصت، فلو حابب يكون في جزء تاني ما تنساش تكتب لي في كومنت واعمل لايك وسبسكرايب، ويلا سلام.